ليه الفرد في مصر مش عايش حياة كريمة؟ ليه احنا كمصريين عندنا دايما أزمات؟ وخلي بالكوا ده مش مرتبط بنظام الحالي ولا برئيس السيسي ولا بحكومة دكتور مصطفى مدبولي، بل بالعكس احنا بنتكلم تقريبا من عصر الملكية وبداية عصر الجمهورية الشعب بيعاني. جمال عبد الناصر قدم وعود كتير واستحملوا، واللي بياكل لحمة 2 كيلو ياكل كيلو لحمة، كفيديوهات الشهيرة اللي هي بتتداول دلوقتي عبارة عن كوميكس وهزار. ولكن السؤال بجد هو ليه احنا كمصريين مش قادرين ان احنا نمشي في مسار واضح ومحدد ننجح؟ اي دولة لازم تبذل مجهود كبير، او اي انسان عامة لازم يبذل مجهود علشان يحصل على نتيجة. عمرك ما هتحصد زرع من غير ما تكون انت بذلت مجهود في زراعته. فالسؤال هنا والتفكير بشويش بقى، سيبك بقى من الشعارات بتاعت معتز مطر ومحمد ناصر والنفخة الكدابة دي، عشان كل دول اقسم بالله ناس فاضية ولا فاهمة بجنيه. كل مهمة الناس دي ان هي تهاجم البلد، في صح في غلط في خير في شر في اي حاجة، هم هدفهم ان هم يهاجموكوا. بس خلي بالك، اللي بيهاجم على طول قابض، واللي بيطبل على طول قابض. عمر ما هتلاقي حد مهتم بقضيتك فعلا او مهتم بيك على طول معاك وعلى طول ضدك. لا، هتلاقي نص نص، مره هيبقى في حاجه كويسه فهيبقى معاك، ومره هيبقى في حاجه وحشه فهيبقى ضدك. فتعلم ده، خليها عندك كواحد كمصري، خليها عندك مبدأ وخليها عندك قاعده في دماغك. واحد بيطبل على طول اعرف ان هو قابض شكرا او عايز يقبض. واحد بينتقد على طول وبيهاجم وبيشتم على طول قابض. الجهه اللي دافعه له عايزاه يعمل كده، لان اي انسان في قرارة نفسه يا اما هيبقى مع يا اما هيبقى ضد يا اما هيبقى عادل. انت كاعلامي لا دورك ان انت تبقى مع الدوله ولا دورك تبقى ضد الدوله. انت كاعلامي دورك ان انت تقول والله يا جماعه في مشكله اهي، اتفرجوا عليها او كده. طيب نرجع للموضوع بتاعنا تاني. هو احنا ايه اللي مدخلنا في المشاكل دي، وازاي نحل المشاكل الاقتصاديه دي، وازاي نخرج من الازمه اللي هي موجوده من امتى؟ من ايام عبد الناصر. الازمه دي ان للاسف مصر الى اليوم بلا هويه، ما عندهاش هويه سليمه، ما عندهاش لاين ماشي عليه، ما عندهاش هدف. احنا كل رئيس بيجي في مصر بيبدا من جديد، بيعيد تشكيل الوضع السياسي والاقتصادي من جديد، بيعيد تكوين دولة من جديد. جمال عبد الناصر كان عندها اشتراكية وعايز يبقى زعيم الأمة العربية ويبقى في اتحاد ما بين مصر وسوريا وما إلى ذلك. يجي السادات يغير النظام ويتحول من الاشتراكية للرأسمالية. يجي مبارك يغير النظام ويشوف بقى إن هو يبقى استهلاكي ويمشي الدنيا وبتاع، وتبقى الدنيا ماشية إيه بسيستم بسيط كده، لا هو أنت عارف له رأسمالي ولا أنت عارفه اشتراكي ولا أنت عارفه هو شغال إيه، بس هو بس إيه يعني كل السبوت عنده والتركيز على رجال الأعمال وعلى البيزنس وان الناس تكبر. فلما تيجي تبص على عصر مبارك هتلاقي ان في عصره توحش رجال اعمال، وبدا الحزب الوطني يهيمن على الوضع في السلطه وما الى ذلك، وانتهى المطاف بتنحي مبارك. ثم بيجي المجلس العسكري في مرحله انتقاليه، ثم الاخوان، ثم القصص والتداول اللي انت فاهمه لحد النهارده. فكل واحد بيجي يبدا من جديد، وكل واحد بيجي يشتغل بخطه وبطريقه مختلفه تماما عن اللي قبله. ده بيوصلنا لايه؟ ده بيوصلنا ان اي واحد بيحقق حتى معدل نمو بسيط في اي مجال للاسف ان هو ممكن يخسر ده. طيب لما نيجي نبص على مصر بقى، انا مش هكلمك ان احنا ثالث دوله في الثروه المحجريه والكلام بتاع الدكتور صلاح جود الله يرحمه، لكن انا هكلمك عن شيء مهم جدا، ان لا خلاف على ان مصر تعد واحده من اهم الدول في العالم بل في التاريخ. حضاره تلاقي، ثقافه تلاقي، مناخ كويس تلاقي، طبيعه جغرافيه مختلفه وخلابه تلاقي. هتلاقي عندنا في مصر مميزات كتير. هتيجي تمسكني كده وتقول لي يا ابني طب لما احنا عندنا كل الحاجات دي ليه احنا مش قادرين ننجح؟ ايه اللي مخلينا واقفين مكاننا بل ان احنا بنرجع لورا؟ احنا بنبذل مجهود وبنقهر في نفسنا علشان بس نفضل في نفس المكان. للاسف يا صديقي مش همشي معاك في السرديه اللي انت عايزني اقول لك عليها، واقول لك بقى ان مين سرقك ومين نهبك ومين بقى عنده 70 مليار بره ومين عنده 30 مليار ولو جبنا الفلوس نوزعها علينا، ولا كل الكلام الفاضي. كل اللي هقوله لك ان احنا رقم واحد عندنا مشكله اداريه، احنا لا نفهم الاداره. علم الاداره هو علم غير مفهوم بالنسبه للمصريين، احنا مش شاطرين في الاداره، تمام؟ وده الا ما رحم ربي، مش كل الناس، احنا مش فاهمين في الاداره او مش شاطرين في الاداره. لا، وللاسف ان احنا بنعين ناس يديروا لمجرد ان احنا واثقين فيهم، وبناء عليه نفشل فشل ذريع. لما تيجي تبص على وزراء هتلاقي ان في وزراء كتير جدا، انا مش بتكلم عن الحكومه الحاليه او الحكومه السابقه او ايا كان، انا بتكلم عن اخر 100 سنه في مصر. هتلاقي ان في وزراء وهتلاقي ان في مسؤولين كتير اتعينوا في مناصب ما ادوش فيها باي جنيه ولا عملوا اي حاجه. مثلا على سبيل المثال دكتور اشرف صبحي وزير الرياضه السابق. خلينا نتكلم بس عن شيء بسيط. الفتره بتاعته هي اكبر فتره تم فيها تجنيس لاعبين للخارج. تخيل ان في لاعيبه عندك في مصر سافرت من عندك، تمام، اتحرم ان هو يلعب في المنتخب او دخل في مشاكل ايا كانت هي مين، واللاعب ده سافر من عندك جاب ميداليه اولمبيه بره، ميداليه ذهبيه لدوله مثلا زي قطر، مش هسمي
اسمي، بس انا اقول لك الدول، لدوله مثلا زي امريكا وغيره وغيره وغيره، مع انك انت مثلا في عهد الدكتور اشرف صبحي صرف مبلغ كبير، مش عارف مليار ولا 200 مليون او كام، يعني حاجه رقم ضخم، ومع ذلك رجعنا بميداليه واحده حزينه. صاحب الميداليه مش عايز اقول لك ان هو اصلا ما اتصرفش عليه حاجه، تمام. فالفكره هنا ان احنا كل اللي بيجي يكمل، اللي بيجي بعده يوقف ويعيد من جديد، يوقف ويبدا من جديد، وبناء عليه احنا ما عندناش خطه. وهنا الحل في ان احنا نحل المشاكل الاداريه في مصر، نهتم بتعليم علم الاداره، نهتم بتدريس ده، نهتم بالتسويق، التسويق لكل المقدرات بتاعه الوطن عندنا، التسويق للسياحه، التسويق للاثار، التسويق لكل الكلام ده كله، ده هيفرق معانا. لو ركزنا في المشكله او في مشاكلنا بشكل علمي هنقدر نحلها. طول ما احنا عاملين بعض شماعات مش هنقدر نوصل لاي نتيجه. طول ما انت شايف نفسك شماعه وشايف اللي قدامك شماعه، الحكومه اللي غلطت، لا الشعب اللي غلط، اصل الشعب ما بينتجش، لا 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 معلش الحكومه ما بتعرفش تدير، اصل فلان خد كام مليون، اصل فلان سرق كام مليون، هاتوا فلوس جمال مبارك علشان نحل بيها مشاكلنا، اصل ولاد مبارك بقى عندهم مليارات، اصل ولاد جمال عبد الناصر سرقوا، اصل ولاد، مش هنخلص. خناقات في الاخر لن تفضي باي شيء، مش هتوصلنا لاي شيء. اللي هيوصلنا ان احنا نفكر صح ونرمي اللي فات ورا ظهرنا، ونبدا فعلا ندخل في حلول فعليه توصلنا النتائج نعيش منها ونعيش ولادنا منها بشكل كويس.